من قلب مدينة آسفي. من هنا خرج واحد الراجل اللي يكتب واحد من أعجب فصول الدبلوماسية المغربية في عهد العلوية، محمد بن حدو عطار. إلا كنتي أول مرة غتشوف الصفحة ديالي ما تنساش متابعة الصفحة وجاي من الفيديو ومشاركة مع الأصدقاء، وتبارك الله عليكم. كملوا معايا الفيديو. محمد حدو عطار، السفير اللي مشى لندن في القرن 17 وبدل مجرى العلاقات بين المغرب وأوروبا. كان من عائلة مخزنية معروفة في آسفي، عائلة عطار اللي خدمات الدولة العلوية سنين طويلة. تربى في وسط علم سياسي وارتباط قوي بالمخزن، وهذا الشيء اللي خلاه يكون الراجل المناسب لأصعب مهمة دبلوماسية في ذيك الوقت. في واحد المرحلة مهمة من حكم مولاي اسماعيل تكلف محمد بن حدو عطار بمهمة كبيرة، يمشي سفير المغرب عند ملك إنجلترا. الرحلة ما كانت سهلة، بحر، سياسة وحسابات دولية معقدة، ولكن محمد عطار كان واجد لهذه المهمة، وما مشاش غير باش يمثل المغرب، مشى باش يتفاوض على ملفات كبيرة وحساسة: خروج إنجلترا من مدينة طنجة، إطلاق سراح الأسرى، تنظيم التجارة وتأمين مصالح المغرب في المنطقة. كان دبلوماسي ذكي وهادئ وكيعرف كيفاش يهضر مع الملوك والسياسيين الأوروبيين. المؤرخين الإنجليز وصفوه بأنه رجل وسيم رازن وفصيح في اللغات الأوروبية، وكان عنده حضور قوي لدرجة أنه أول مغربي عضو فخري في الجمعية الملكية البريطانية. هادشي كان إنجاز تاريخي كبير للمغرب. والمفاوضات ديالو ما ضاعتش، تم إطلاق سراح أكثر من 170 أسير مسلم، وتبادلات المملكتين الهدايا، وهذا الشيء عزز العلاقات المغربية البريطانية وتثبتت صورة المغرب كقوة محترمة. ورغم هذا الدور الكبير بقى اسم محمد بن حدو عطار شبه منسي في المصادر المغربية بسبب ضياع وثائق تاريخية عبر الزمن، بينما الأوروبيين دونوا القصة بالتفاصيل ديالو. قصة محمد بن حدو عطار الحسني ماشي غير قصة السفير، هي قصة رجل خرج من آسفي مشى بعيد وكتب صفحة مشرفة في تاريخ المغرب الدبلوماسي. إلا وصلتي معنا حتى لهنا ما تنساش دير متابعة، وتبارك الله عليكم. نشوفكم في الفيديو الجاي في قصة أخرى من تاريخ المغرب.